فعلا ربنا بينصر عباده. عايزة اقول لكل واحد كان شمتان وكان حاقد وكان عايش على امل ان المغرب عمرها في حياتها ما تنتصر، ربنا في ثانية نصر المغرب. ربنا في ثانية عمل المستحيل ان حد يفهمه او يسمعه. خليني اعرفك عشان تبقى على اقتناع وعلى يقين ان اللي بيحدث شيء من الاشياء اللي قد تكون تحسسك لوهلة ان الموضوع صعب. طيب، عشان تبقى فاهم وعشان تبقى على دراي ان كل واحد بنشوفه ظالم او حاقد او بيحقد على المغرب، ده شيء من الاشياء اللي تخليك تعرف ان ربنا هينصر المغرب في يوم من الايام. ربنا اسمه العدل. ربنا على طول بنبقى عارفين ومقتنعين كويس جدا ان اللي بيحدث ده في شيء من الاشياء اللي تخليك فخور ان احنا عندنا بلد زي المغرب. وده كله بيليه على الجنب الاخر المغرب ان في اندية مصرية جايبة العار الصراحة لمصر، الصراحة يعني جايبة العار لمصر. بس خلينا واثقين ان ربنا ان شاء الله هينصر المغرب. ربنا ان شاء الله هيبقى مع المغرب. عشان نبقى فاهمين كلنا ان في اندية مصرية زي النادي الاهلي المصري، نادي زي الجيش الملكي يخرجوا من البطولة. طيب، هل ده شيء من الاشياء اللي تخليك تحس ان في فخر؟ لا، لا، والف لا. للأسف المواضيع اللي احنا بنشوفها دي مواضيع صعبة انك تصدقها، بس موجودة موجودة، ولازم تبقى على اقتناع باللي بيحصل. للأسف وكل الأسف خلينا واثقين ان في ناس ظالمة وفي ناس بتحقد وفي ناس بتصفر وفي ناس أمنية حياتها
المغرب تخسر والمغرب ما تنتصرش. بس لحد امتى احنا هنصدق؟ لحد امتى هنبقى عارفين ان في ناس بتظلم المغرب وساكتة؟ في ناس بتيجي على المغرب وساكتة. بعدين يا جماعة بجد والله، وبعدين هنفضل ساكتين كتير؟ هنفضل عارفين